اهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة. هنتكلم النهاردة عن خطورة تنشيط الكارت من خلال تطبيق الاهلي موبايل قبل ما نستلم الكارت في الدين. وقبل ما اكمل الحلقة اطلع اعمل سبسكرايب للقناة، اشترك في القناة، وانزل اعمل لايك للحلقة. وكمان لو انت شايف ان القناة بالنسبة لك مفيدة اكتب تعليق عن القناة. واللي عنده مشكلة مع تطبيق بنك معين او عايز نعمل حلقات على بنك تاني خلاف الاهلي ومصر طبعا، يكتب لي تحت في التعليقات هو ايه الحلقات اللي انا عايز نعملها، وان شاء الله انا هعمل له حلقات ديت. وكمان يا ريت ما ننساش الدعم المادي للقناه، وموريكم في قلب الحياه ازاي نعمل الدعم المادي للقناه. ويلا بينا نبدا الحلقه. زي ما قلنا في بدايه الحلقه، ايه خطوره ان انا انشط الكارت عن طريق التطبيق والكارت مش في ايدي؟ اول حاجه ان احنا ممكن مثلا موظف البريد اللي بيوصل لنا اللي هو الكارت على البيت يعرف ان الكارت ده متنشط من خلال مثلا الفرع